خالد، منتخب المغرب هيواجه اسبانيا. هتبقى مواجهة صعبة للمغرب، ولا ممكن المغرب يواصل المفاجآت ويكمل مشواره ويصعد لدور الثمانية؟ خالد. لا يعني ممكن جدا يرجع كلامنا خفيف عليهم. ان شاء الله المغرب ماشي. تقدر تعمل ده، لانه فنيا. عندهم فنيا عندهم التزام خططي كبير جدا في مواجهه ان يعني قله منتخبات خبره شويه بالنسبه للاعيبه منتخب اسبانيا. على عيني وعلى راسي جافي، وعلى عيني وراسي بيدري، بس ما تنساش ان في واحد من افضل لعيبه خط الوسط اللي موجودين في المونديال حاليا، وهو سفيان مرابط، نجم فيورنتينا الايطالي ونجم منتخب المغربي، موجود في صفوف اسود الاطلس. وجود سفيان مرابط في خط نص المغرب هو صدادة قوية جدا بالنسبة لهم في مواجهة حرفنة بيدري وجافي. لو ده اللي كنت لسه بتكلم عليه مع كابتن رضا في الاوف اير، لو المغرب التزم تكتيكيا بالرسمه اللي احنا شفناها ورانا، الالتزام في خط النص والزون ديفنس، ووجود سفيان مرابط عشان يوصل ما بين خط الدفاع وما بين خط النص اللي بيوصل لسفيان بوفال عشان يوسف النصيري يزيد والكلام ده كله، لو فضلوا ملتزمين بالرسم التكتيكي ده ممكن تقول ان هي 50-50. لو سرحوا بخيالهم زي ما كابتن رضا ما كان بيقول، الطموحات ونشوه الانتصار والكلام ده كله، لو سرحوا بخيالهم وفتحوا مساحات، اسبانيا سيد من يستغل المساحات المفتوحه. عندك جافي حريف جدا يعرف ينقل الكره بسرعه، عندك بيدري حريف جدا يعرف ينقل الكره بسرعه. على الوينجات عندك اسينسيو، عندك انسو فاتي، عندك فيران توريس، عندك في الهجوم اسمه ايه الفارو موراتا. عندك لعيبه كويسه جدا تعرف تستغل المساحات لو فتحتها لهم. المغرب هيكسب اسبانيا؟ ما انا بقول لك ولا لا؟ 50-50. ده عندهم فرصه قويه جدا، ما تقدرش تحكم. 50-50 عندهم فرصه لو التزموا بالرسم ده. كابتن رضا، طب ما نبعت لهم الرسمه يا خالد. هم اللي عاملينها اصلا، انا غششها منهم. كابتن رضا، العامل البدني كلمه السر لمنتخب المغرب. لو فضل واقف على رجليه 90 دقيقه يكسب. صحيح. لو العامل البدني وقع هتبقى مشكله وممكن يغادر. بس طيب نروح انا قبل ما نروح بس فيما يخص، عشان انا قلت معلومه غلط فعايز اصححها بسرعه اتفضل. جدا. الجون الاوف سايد، الزملاء كتر خيرهم جابوا لي الفيديو كامل. ممكن بس نعرض الصوره الاوف سايد، الكوره الاوف سايد، عشان خالد ما يزعلش. عشان بس انا لا ما بحبش اقول معلومه غلط. ايوه شكرا جزيلا. انا ما شفتش الراجل اللي واقف ده الكوره بعد احنا شفنا في الاول بالظبط، شفنا الصوره من بدايتها بعد غانم نايف اكرد. تمام. بعد غانم سايس ما رجع الكوره ليوسف النصيري، يوسف النصيري وهو بيشوط كان نايف اكرد واقف قدام الجون مغطي عليه زاويه الرؤيه، فاتحسبت على نايف اكرد مش على غانم سايس، ودي كانت الغلطه. فانا بعتذر للساده المشاهدين يعني عن الغلطه في المعلومات اللي انا قلتها. بس كده يعني وكتر خير طبعا الزملاء في الاعداد. ظلمت محمود عاشور. لا ظلمت بتاعهم، انا ماليش دعوه بكابتن محمود عاشور خالص، والله ما جبتش. لا بس هو كان بيتكلم على الصوره الاولانيه كان فيها اوف سايد، انما لما ما خدتش بالي من نايف شفنا بعد كده اتحركت بالظبط، فده كان في موقف تسلل.